الله ما شاء الله ما شاء الله، ولا قبلها ولا بعدها ولا نشوف حاجه ثانيه بعد كده. كده جميله قوي. كمان شايف التجمع الاسماعيلاوي ده والتجمر والسلسليه كمان، يعني هتيجي يعني حاجه فوق كده، يعني ما شفناش الحاجات دي، خدت بالك من 40 سنه. تمام. يعني ما شفناش الحاجات دي. مشاهدينا الكرام، زي ما احنا شايفين اجواء احتفاليه في محافظه الاسماعيليه، ميدان الاسماعيليه. رايك ايه في الاحتفالات الجميله ويعني اعياد السنه؟ وما شاء الله الاسماعيليه منوره باهلها والمنظر رائع. ايه الجمال ده؟ ايمن، كل سنه وانت طيب. مبدئيا هي لفته جميله جدا من محافظه الاسماعيليه ان هو يعمل حفله مجانيه لمواطني الاسماعيليه، خاصه في ظل ارتفاع الاسعار بتاع الكافيتريات والمطاعم والمينيمم تشارج والكلام ده كله. فكانت لفته كويسه ان هو يعمل حفله في ساحه الفيروز، خاصه بعد افتتاح وزيره التنميه المحليه لمنتجع الفيروز والتطورات اللي حصلت مؤخرا في الاسماعيليه. انت شايف ايه؟ يعني مش هسالك انا بقى، شايف مكان روعه. الاسره الاسماعيليه موجودين. حاجه بسيطه جدا. اوصفي كده المشهد، اوصفي. والتطوير اللي موجود، يعني انت شايف الناس مش هتبقى فرحانه؟ شايف كميه الناس اللي موجوده اللي نازله الساعه من بعد 12 عشان بس تتصور. مش بس ميدان، يعني هنقول هي حاله في اسماعيليه، او مشهد جمالي بيقول هي دي اسماعيليه، هي دي بلدنا، هي دي اسماعيليه اللي كانت زمان خضراء مضيئه، مستعده انها تستقبل كل زوارها من كل مكان وفي اي مناسبه. بصراحه يعني اللي هو اكرم عامل حاله في اسماعيليه. يعني الحاله دي فكرتنا بايام حدائق الملاحه. فاكره لما كنا الناس تطلع في العيد والاسره الاسماعيلويه بدات اهي يعني تتحرك الدنيا، والتطوير برضو يفرق مع الشعب الاسماعيلوي، صح؟ بالظبط، خاصة ان احنا في كافة احتفالاتنا احنا كنا زمان بنخيم في الجناين وحدائق الملاحة والغابة. كنا في شم النسيم بنخيم، بمعنى بنخيم من الفجر لحد بالليل، بنستمتع بالمنظر، بنشوف المناظر الخضراء. لا دلوقتي انت بتمشي في اسماعيلية بتشوف اللون الاخضر تمام. كتير. كنا خايفين ان المسطح الاخضر يختفي من اسماعيليه، لا المسطح الاخضر موجود وبيزيد في اسماعيليه. تمام. استاذه لا كلمه كده وعادي كده براحتك. العمليه فاني خالص والناس مبسوطه، وده حاجه جميله جدا في الاسماعيليه. ايه رايك في المشهد ده؟ لا مشهد جميل جدا، وتحس ان احنا في اعياد دايما، ودايما الناس بتحب تنزل وتتجمع، تظهر يوم الفرحه او يوم السعاده او يوم مناسبه عشان تقدر الناس كلها تتجمع في اسماعيليه في الجناين والناس ماشيه في امان ومبسوطه. ايوه، وكمان يعني بنشكر كمان الداخليه ان هي مأمنه ان احنا مأمنينا، وان احنا كمان بنبقى في امان في وسطيهم، وان احنا ما نتعرضش لاي مشاكل خالص. حابه توجهي اي رساله لاي حد في اسماعيليه او بره اسماعيليه؟ كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم، وان شاء الله كل سنه ليكم افضل فافضل، وحققوا كل اللي نفسكم فيه ان شاء الله. ان شاء الله. يعني للامانه اجواء رائعه. كلمه اخيره لاي حد تحب توصلي له سواء في اسماعيليه او اي حد من خارج المحافظات يشرف اسماعيليه ويجي ويشوف الاجواء الجميله دي. اسماعيليه مش بس الفتره اللي جايه او كانت معروفه بسياحه اليوم الواحد، لا انتظروا الاسماعيليه بثوبها الجديد الفتره اللي جايه. وهنتكلم ايضا عن بقى منتخب مصر ونشوف تفاصيل المباراه الهامه بين منتخب مصر وبنين التي تقام يوم الاثنين القادم مع بنين. مباراه هامه جدا في دور ال 16. نتمنى الفوز لمنتخب مصر. نعرف اراء الجماهير من على اليمين كده ونرحب بحضراتكم. زي ما احنا شايفين كده راي حضرتك في منتخب مصر والدور المجموعات. المنتخب المصري وصل للمركز الاول وهيقابل بنين المباراه القادمه يوم الاثنين القادم. شايف المباراه ازاي من رؤيه حضرتك؟ وهل يقدر المنتخب يوصل لاقصى مكان في البطوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شايف المنتخب يقدر يوصل. احنا وصلنا قبل كده مره واثنين وثلاثه واربعه، اعتقد ان احنا 7 مرات. ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمه، هيوصل ان شاء الله ويحقق اللي المصريين كلهم بيتمنوه باذن الله. تبقى فرصه كويسه تتأهل لكاس العالم ان شاء الله. طيب اداء المنتخب المصري مع كابتن حسام حسن، هل مطمئن ان يقدر زي ما انت قلت كده وصلنا قبل كده وناخد البطوله الثامنه باذن الله؟ مطمن ان شاء الله باذن الله. احنا برضو في البطولات اللي فات كان في برضو تشكك من الناس، لكن الحمد لله توفيق ربنا سبحانه واللعيبه كلها تكاتفت مع بعض والناس كلها ورا المنتخب بتاعها، وان شاء الله يعملوا نتائج كويسه باذن الله. طب مين من النجوم المنتخب المصري يقدر يعمل الفارق في الفتره الجايه؟ انا عارف ان مباراه بنين فريق من اللي مصنف الثالث في البطوله، ولكن ايضا في بعد كده جاي كوت ديفوار، جاي الكاميرون، جاي في طريقك السنغال. المباراه صعبه حضرتك؟ لا مفيش صعبه ولا حاجه، بس هو كل النجوم كلهم زي بعض،
كلهم واحد. يعني مفيش فوارق كتيره؟ لا 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 مش خالص. يعني حضرتك متفائل ان شاء الله؟ ان شاء الله متفائل ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا. نتعرف على حضرتك كده، ويعني شايفين المشهد الرائع ده، واحنا بنستغل المشهد الرائع ده واحتفالات محافظه الاسماعيليه، واحنا بنشكر معالي المحافظ اللي هو اركان حرب اكرم محمد جلال هذا التطوير الرائع. ايضا في تطوير يعني الكره المصريه نفسنا ترجع تاني وناخد بطوله، والبطوله الثامنه غابت عننا كتير، شايفها ازاي في الفتره القادمه والمباراه الهامه القادمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وانا شايف ان احنا الحمد لله اللي احنا طلعنا دور ال 16. فرقه بنين فرقه قويه، بتدافع كويس جدا، او ما بهاجموش كويس بس بيدافعوا كويس جدا. احنا ربنا يكرمنا بقى، احنا في المناسبات المجمعه دي دايما بتبان رجوله اللعيبه ولاد مصر، يعني بصرف النظر عن الخطط والكلام ده. احنا ولادنا بيبانوا في المواقف الصعبه دي، وانا طبعا بارجو ان احنا نوصل لابعد نقطه في البطوله. اما يعني احنا مستوانا طبعا ان شاء الله يتطور، يعني مش عايزين نبقى متشائمين، انما ان شاء الله مستوانا يتطور عن اللي احنا فيه ده، وباذن الله ولادنا قادرين ان هم يعملوا المستحيل مش الصعب كمان باذن الله. لان قبل البطوله كل الناس كانت يعني بتقول لا المنتخب مش هيقدر يكمل، مش هيقدر يواصل، ولكن الحمد لله النتائج ماشيه. احنا عندنا لعيبه من احسن اللعيبه اللي موجوده في افريقيا بعد المغرب. تمام. احنا يعني احسن لعيبه، وعندنا احسن واحد من احسن 3 لعيبه في العالم، محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد، وعندنا حارس كبير جدا الشناوي. وعندنا لعيبه مميزه على المستوى العربي والافريقي نقدر. بس احنا محتاجين ان شاء الله نتطور، ومصر عودتنا دايما، فرقه مصر يعني عودتنا في الادوار المتقدمه بتبني بلاء حسن، يعني ان شاء الله نوصل لابعد نقطه. مين يقدر يحرز الاهداف ان شاء الله يعني؟ بص احنا ده دايما اللي هيفرق معانا اللعيبه المحترفه واللعيبه اللي خدت خبرات بره، محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد. اللعيبه دي هي اللي تفرق معانا في الاوقات الصعبه اللي احنا بنبقى مرتبكين فيها، واحد فيهم بيبقى عنده حلول، وطبعا وهو ميزه النجوم اللي عندها حلول في الوقت الصعب يعني. فنرجو ان شاء الله يكون كل اللعيبه على المستوى ده يعني يا رب. نكمل كده لقاءاتنا. شايف زي ما اتكلمت حظوظ المنتخب المصري، يقدر المنتخب المصري يكمل للمباراه النهائيه؟ انا هقول تعليق واحد بس، ان احنا منتخب مصر يعني الفراعنه تحت قياده الكابتن حسام حسن. احنا ان شاء الله مصر دايما معروفه ان مفيش حاجه اسمها مستحيل. باذن الله ان شاء الله المنتخب هيحقق نتائج كويسه جدا، لان احنا في الاول وفي الاخر اسمنا الفراعنه. فانا بس عاوز يعني اضيف حاجه، يعني تطمن الناس. طبعا اكيد. دايما احنا مفيش حاجه اسمها في مصر حاجه اسمها المستحيل. المستحيل يعني احنا مش واخدين خطوه لقدام، لا احنا دايما بناخد خطوات لقدام، بنتعلم دايما القياده في كل حاجه من اساتذتنا كابتن حسام حسن، كابتن حسن شحاته، كابتن محمود الجوهري الله يرحمه. احنا عندنا كل امل في منتخبنا الجميل، ان شاء الله معروف باسم منتخب الفراعنه، وما عندناش حاجه اسمها مستحيل. يعني ان شاء الله متفائلين خير. اكيد ان شاء الله باذن الله. بس انا عاوز اضيف حاجه بقى بره المنتخب. طبعا انا حضرتك واقف في ميدان يعني الفيروز. الميدان ده اتطور. السيد اللواء طيار اركان حرب اكرم جلال عمل طفره في الاسماعيليه. بندعو كل المحافظات والمدن تيجي تتفرج على الاسماعيليه. احنا فرق بيننا وبيننا من هنا للقاهره حوالي ساعه وربع بالكتير. احنا محافظه في الوسط. الاسماعيليه فيها تطوير وفي جميع الاتجاهات، سواء الطرق سواء النوادي سواء الشواطئ. حضرتك شايف النافوره يعني ديت، الصوره بتتكلم صراحه للامانه. مشهد رائع. بنشكر معالي المحافظ معالي الدكتوره منال عوض، شرفتنا طبعا. حاجه تشرف، حاجه تليق باهل الاسماعيليه. وطبعا انا كمواطن بوجه الشكر لسياده اللواء طيار اركان حرب اكرم جلال على المجهود اللي بيتعمل في الاسماعيليه. بجد حاجه عروس النيل. واحنا بنشكرك وبنشكر كل قيادات الاسماعيليه، ودي دعوه من حضرتك ومن كل قيادات الاسماعيليه يجوا محافظه الاسماعيليه بالسنه الجديده ان شاء الله 2026 سنه خير على الاسماعيليه وعلى مصر كلها. نكمل كده رايك في منتخب مصر ونقدر نوصل للنهائي. الاول كل سنه وحضراتكم طيبين. ان شاء الله السنه الجايه تكون سنه سعيده علينا جميعا وعلى مصر ان شاء الله، ويحفظها كل امن وسلام ان شاء الله.
بالنسبه للمنتخب انا متفائل جدا السنه الجايه ان شاء الله في البطولتين، بطوله كاس الامم الافريقيه وان شاء الله ان شاء الله بطوله كاس العالم. يعني دي بطوله تمهيديه لبطوله كاس العالم. انا شايف مصر ان شاء الله هتحقق حاجه السنه دي ان شاء الله وتكون سنه سعيده علينا يا رب. مصر الحمد لله وصلت اول المجموعه، انا متفائل جدا ان شاء الله مصر تاخد البطوله اللي جايه دي ان شاء الله تكون بطولتنا. المنتخب الحمد لله في احسن حالاته، احنا في وقت الجد بتلاقي كل الرجاله قد المهمه. يعني كل الدعم الكابتن حسام حسن، كل الدعم الاعلامي، الدعم الشعبي. بالظبط كده يا فندم. انا مش عايز اقول لحضرتك يعني ان شاء الله انا متفائل ان شاء الله بالبطوله. ماتش بنين هو ما فيش ماتش سهل، بس انا عارف الماتش الجاي ان شاء الله هيكون سهل شويه. احنا هنبتدي من بعد بنين ان شاء الله، ربنا يسهل. انا متفائل الماتش اللي جاي ان شاء الله ان نفوز ان شاء الله، لو سواء السنغال تونس اللي احنا ان شاء الله قدها، وان شاء الله مصر هتكون في اول بطوله ان شاء الله. وانا اتوقع ان شاء الله النهائي ان شاء الله ربنا يكرم يعني ان شاء الله يكون مصر والمغرب يعني، وان شاء الله مصر تحقق البطوله ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين ومنورين الاسماعيليه ان شاء الله. الله يخليك. والله المباراه طبعا القادمة. يكسب طبعا. مين اللي يجيب الاهداف؟ مصر طبعا. مين من اللعيبه؟ محمد صلاح، مصطفى محمد، امام عاشور، مرموش. مين اللي يجيب الاهداف من اللعيبه؟ برضه محمد صلاح ومرموش عاجبك منتخب مصر مع كابتن حسام حسن؟ طبعا. تمام. منتخبنا طبعا فيه لعيبه كتير واغلبهم محترفين، فنقدر نمثل مصر ويعني ممكن نجيب البطوله. ليه؟ مش بعيده على مصر. وطبعا بنين مش منتخب على قد ما هو طبيعي، على قد ما هو شرس يعني، بس طبعا ما نستهينش باي خصم، لان يعني لو استهانه ممكن تسبب لنا خسائر. وطبعا زي ما شفنا في ماتشات اللي قبل كده في دور المجموعات في كور كتير بتضيع. الكور دي لو استغلناها ممكن نكسب ماتش طبيعي 3-0 2-0. يعني عندنا فريق ولاعيبه كويسه جدا. يعني ما شاء الله، يعني أنا شايف حضرتك يعني حد جامد ما شاء الله في الكوره، مش ولد صغير، لا ده انت عندك فكر وتحليل رياضي. انت متابع البطوله من اول لحظه؟ ومتابع من اول ماتش المغرب وجزر القمر. تمام. طيب شفت المباراه الثالثه ازاي لمنتخب مصر مع انجولا؟ طبعا فكر حسام حسن ان هو يريح اللعيبه الثانيه ويشوف، لان منتخبنا كويس جدا، مفيش لعيب يفرق عن لعيب تاني. ويعني احنا كده بنلعب بتشكيلتين، فاللي هو يعني عادي فريق وفريق فعلا، فمنتخب قوي. تمام. يعني دي كانت فرصه ونقطه ايجابيه ان هو يريح اللعيبه عشان يلعب في مباراه الادوار اللي بعد كده، اللي هي المباريات اللي بتوصل للنهائي، صح كده؟ طبعا. ومنتخبنا عنده كذا فريق يلعب بيه ولاعيبه حلوه، يعني محمد هاني لما اخذ طرد، عندنا احمد عيد، وعندنا شباب كتيره في مصر، ويعني كان في كذا لعيبه المفروض تاخد فرص. يعني مثلا برايي ان امام عاشور ما كانش يلعب في البطوله دي لان فرصه اقل بسبب الاصابه. كان رايي ان هو يلعب في كاس العرب ياخد فرصه ليه اكتر ويقدم مع منتخب مصر حاجه كويسه. ما شاء الله. طيب شايف المباراه القادمه نقدر نكسب؟ مين اللي هيقدر يحرز الاهداف؟ يعني في اللي عندنا نجوم كتير زي محمد صلاح، مرموش، ومصطفى محمد لو لعب كويس، وعندنا نجوم كتير. طيب نقدر ان شاء الله ناخد البطوله ونوصل للنهائي وناخد البطوله باذن الله وتبقى البطوله الثامنه. مش بعيد على مصر طبعا. مصر صاحبه اكتر تتويج يعني متتالي، واكتر تتويج بالبطوله ب7 ألقاب، وخدناها 3 مرات ورا بعض مع الكابتن طبعا حسن شحاته. تمام. لا ما شاء الله عليك، انت يعني فاهم كوره ومثقف كرويا. طيب انت بتتابع مين غير المنتخب مصر في البطوله؟ بالنسبه لي بتابع المغرب، لان اصلا حركه المغرب مع حركه مصر منتخبين طبعا اقوياء، فان هم يبقوا في دور يعني دور الاقصاء اللي هو الخسران ده في ناحيه وده في مسار تاني. دي حاجه حلوه جدا للعرب، بحيث ان هم لو الاثنين قدموا اداء حلو ونلعبوا بعض في النهائي، دي حاجه حلوه للمنتخبين. ما شاء الله. انت في سنه كام؟ 6. بتشجع مين بقى الفرق المصريه؟ الاهلي. تمام. المهم اتمنى ليك كل التوفيق، وان شاء الله عندك مستقبل كويس، والمنتخب مصر يقدر يوصل للنهائي وناخد البطوله باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله نقدم ماتش كويس، وان شاء الله نحرز اهداف كتير الماتش الجاي، لان الماتش الجاي مهم لينا، وده اول ماتش في الدور الثاني. وان شاء الله يعني محمد صلاح هيجيب جول وعمر مرموش ان شاء الله. طيب شايف الدور المجموعات قدرت تشوف مين من اللعيبه اللي فارق جدا مع منتخب مصر؟ انا نفسي امام عاشور يلعب. تمام. يلعب اساسي الماتش الجاي. ان امام عاشور يعني لعيب كويس جدا، كويس جدا جدا يعني. شايف حلم البطوله بيقرب، انت هتوصل دور ال 16 ان شاء الله، هتقابل يا كوت ديفوار يا الكاميرون في طريقك للسنغال، يعني نقدر نوصل للبطوله الثامنه؟ ان شاء الله هنوصل للنهائي وهنقابل المغرب.
ونقابل المغرب. ما شاء الله. شايف البطوله ازاي وشايف تاهل المنتخب المصري للبطوله لدور ال 16؟ مباراه هامه جدا مع بنين. انا شايف ان احنا هناخدها ان شاء الله. اهم حاجه باذن الله نخش بس قصاد المغرب ان شاء الله، وضامن مليون في المية ان احنا ناخدها. طيب رغم الاداء في المباراه الثالثه ما كانش عاجب الناس كتيره، ولكن المباراه الاولى انت كسبت، المباراه الثانيه كسبت. شايف المباراه دي ان هي يعني فريق مصنف ثالث بنين، لكن انت تقدر كمنتخب مصر بتاريخه تعدي المرحله دي وبعد كده ان شاء الله توصل للبطوله؟ ان شاء الله. مصر فريق جامد جدا والله، وفريقنا كويس ويشرفنا باذن الله، وان شاء الله احنا ضامنين ان احنا ناخدها ان شاء الله. ان شاء الله هنرجع واحنا معانا الكاس ان شاء الله. طيب مين اللي هيحرز الاهداف؟ محمد صلاح ومرموش. انا ضامن صلاح ومرموش بصراحه. يعني شايف محمد صلاح دي فرصه ذهبيه، والمحترفين كلهم للامانه اضافه المفروض نستفاد منها زي المغرب وزي الفرق دي. لا محمد صلاح ده فخر العرب، ده حاجه الله اكبر، حاجه احنا نفتخر بيها يعني، وما زلنا بنفتخر بيها كويس جدا قدام الدنيا كلها. محمد طيب صلاح. كلمه بقى كده للجهاز الفني واللعيبه واحنا بنختم، يعني هنعرف اكتر هتقول لهم ايه وتوصل لهم رسالتك ازاي كاحد جماهير الشعب المصري؟ والله انا بقول ان هم يعني يبذلوا اقصى جهدهم ان هم يظبطوا الدنيا برضو، لان احنا نفسنا ناخد المباراه دي ونصعد، وحاجه نفتخر بيها برضو احنا كمصريين وكده ان شاء الله. تمام. كدول عربيه تم. كابتن حسام حسن ينزل امام عاشور اساسي. تمام. ان امام ما خدش حقه بجد. تمام. ان لو خد حقه ان شاء الله طبعا ان شاء الله هنكسب 2-0. مين اللي يجيب الاهداف؟ مش محمد صلاح ان شاء الله باذن الله. باذن الله تمام. محمد صلاح. تمام. حضرتك شايف ان منتخب مصر يقدر وادام وصل للمرحله دي فرصه ذهبيه ان يقدر يكمل المسيره وياخد البطوله الثامنه ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله باذن الله نصعد وهنعمل مين اللي يحرز الاهداف؟ محمد صلاح ومرموش باذن الله. محمد صلاح ومرموش. باذن الله. مين اللي يقدر يكسب منتخب مصر؟ مين اللي يعني يكسب المنتخب؟ مرموش. تحب مرموش. تمام. شايف منتخب مصر ازاي وانت هنا في الاحتفال براس السنه والاجواء الجميله دي؟ شايف ان ده يعني ان شاء الله بديره خير تجمع الشعب المصري حول منتخب مصر، ان مصر تقدر تكسب مع حسام حسن؟ ايوه ان شاء الله. ان شاء الله يا عم، ان شاء الله. مين اللي يحرز الاهداف؟ محمد صلاح ومرموش. محمد صلاح ومرموش باذن الله. طيب ايه رايك في الاجواء الجميله والاجواء الاحتفاليه اللي انت شايفها دي؟ حلوين حلوه يا عم. حلوه يعني. شايف المشهد ده ازاي بعد تطوير الميدان والاحتفال الرائع ده؟ حلوه مظبوط. ربنا يخلي لنا سياده المحافظ روق اسماعيليه خالص وعمل فيها شغل نضيف يعني، مش عارف اقول له نشكره يعني اهم حاجه بقى نحافظ على هذا المكان الرائع ان شاء الله. اهم حاجه الحفاظ على المكان عشان خلينا نستمر في النظافه والكلام ده، فاهم قصدي؟ والله اسماعيليه حاجه جميله جدا وشكل رائع جدا، وكل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم وعلينا جميعا يا رب. انت من اسماعيليه؟ انا مش شرقيه. من الشرقيه وجاي، يعني الحاجه الجميله ان انا شايف ناس من الشرقيه ومن الدهليه ومن جميع المحافظات جايه اسماعيليه. انت قبل كده كنت بتشوف المشهد دوت في الاحتفالات في راس السنه؟ لا والله طبعا اول مره اشوف السنه دي يعني في اسماعيليه، حاجه رائعه يعني الصراحه. تمام. طيب كلمه كده للمسؤولين في اسماعيليه، حابب ايه تشوفوا اكتر من تطوير ومن جمال في اسماعيليه؟ والله شايف حاجات جميله جدا وتطوير جدا، وربنا يعني يعين كل واحد على فعل الخير يا رب. تمام. طيب ان شاء الله بالنسبه لمنتخب مصر، رايك كيف المباراه القادمه ودعم منتخب مصر؟ ان شاء الله خير يعني اللي جاي باذن الله. تمام. منتخب مصر يعني مصر هي معروفه بالثقه وبكل امانه وبكل حقيقه باذن الله. يعني الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام حسن يقدر يعدي ويوصل للبطوله وياخد البطوله الثامنه باذن الله؟ ان شاء الله. طب مين اللي يقدر يحرز الاهداف؟ مش بعيد عننا طبعا. مش بعيد عن ربنا طبعا. صح. مين اللي يقدر يجيب الاهداف المرحله الجايه؟ والله ان شاء الله احنا معانا يعني معانا باذن الله محمد فخر صلاح، العرب. معانا فخر العرب، ما مش في كلام يعني طبعا. تمام. للامانه احنا بنشكركم وبنشكر اي حد يشرفنا، لان هو ده مكانه ودي بلده، وبنشكر اي حد يطور في البلد في البلد. يعني احنا جايين اسماعيليه الليله دي كده والنهارده علشان نشوف الحياه الرائعه دي النهارده في اسماعيليه. والله احنا نتمنى التوفيق والفوز بالبطوله لمنتخب مصر، وربنا يرضيهم ويجازيهم خير على تعبهم. طيب شايف الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام حسن قدر يجمع اللعيبه ويقدر ان شاء الله يواصل التقدم في البطوله؟ وصلت دور ال 16، ليه لا ما تاخدش البطوله وتبقى البطوله الثامنه ان شاء الله؟ ما احنا بنقول ربنا يكرمهم ويجازيهم خير على تعبهم،
هو عمل اول خطوه ان هو دخلهم كاس العالم، دي حاجه كويسه جدا جدا طبعا، وتتحسب له. راجل كويس وبيتعب واحنا بندعمه من مكاننا من هنا، وربنا يوفقه. تمام. شايف مين اللي يقدر من اللعيبه يقدر يحرز الاهداف؟ عارفين صلاح، مرموش، في لعيبه كتيره، تريزيجيه، مين اللي يقدر يحقق الفارق يعني؟ بص يا استاذي، انا واثق في الفرقه كامله بالكامل، من اول الشناوي لحد محمد صلاح، كل الفرقه بجد على جداره، وكابتن حسام هيئ الفريق تهيئه جامده جدا، واحنا واثقين في الفرقه بتاعتنا وعارفين ان هم هيعملوا حاجه، وباذن الله احنا مستنيين دوت ومش مستنيين اقل من كده. هو عجبتني كلمتك الفريق كله، يعني فريق جماعي يقدر يعني على قلب رجل واحد يقدر يوصل باذن الله. طيب شايف حضرتك الاجواء الرائعه في محافظه الاسماعيليه وهذا التطوير الرائع ميدان الاسماعيليه، شايفه ازاي؟ واحتفالات راس السنه. الاسماعيليه انت ما تتكلمش عليها، لان الشغل اللي المحافظ عامله بجد حاجه جامده جدا جدا جدا. باشا الاسماعيليه اتحولت تمام بجد. كانت الاول باريس عشان خاطر باريس القاهره او باريس الصغرى او كلام من ده، عشان خاطر نمره 6 او حته صغيره الدائري. دلوقتي الاسماعيليه كلها جميله، يعني في تطوير جامد جدا. تمام. ونشهد للمحافظ بجد. تمام. يعني عامل الجامعه القديمه فيها شغل جامد، عامل الغابه فيها شغل جامد، الكرفان بتاعت الغابه. قلب اسماعيليه بجد، قلب اسماعيليه بجد. المحافظ ده ربنا يرضيه، واحنا نتمنى ان هو يفضل ماسك، لان هو شغال بجد، شغال بجد 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 يعني. نتمنى كل الخير ليه ولشعب الاسماعيليه الكرام. شايف منتخب مصر يقدر يحقق الهدف ان شاء الله ونوصل ونكسب في دور ال 16 مباراه بنين يوم الاثنين القادم 5-1 باذن الله؟ ان شاء الله. طيب مين من اللعيبه عاجبك في البطوله حتى الان في دور المجموعات؟ محمد صلاح. محمد صلاح. شايف محمد صلاح يعني بقى نموذج لكل الشباب، وحلم اي شاب ناجح يبقى محترف او يبقى عالمي؟ تمام. طيب كلمه بقى للجهاز الفني ان شاء الله وللشعب المصري لمسانده المنتخب المصري. ربنا يوفقه يعني وربنا معاه يا رب يا رب. كلمه بقى كده للمنتخب مصر والمباراه القادمه منتخب مصر مع بنين، شايفه ان شاء الله نقدر نكسب؟ ربنا يوفقهم ان شاء الله. يعني الكلمه دي هتبقى في برنامجنا من المدرج، ومن المدرج ده مع كل الجماهير ان شاء الله نقدر نكسب ونعدي المرحله دي، وتشوفي بقى صلاح كده يجيب اهداف ان شاء الله. بتحبي محمد صلاح؟ بتحبي محمد صلاح؟ بتحبي مين تاني في المنتخب؟ بحب المنتخب كله. المنتخب كله. يعني هي صراحه اسره اسماعيلاويه بتشجع بلدها وبتشجع المنتخب المصري، وفي اجواء رائعه ايضا زي ما احنا شايفين الاحتفال براس السنه، يعني حاجه جميله. الكوره مع الايام الجميله ان شاء الله نتمناها سنه خير علينا وعلى مصر كلها، وبنشكركم جدا وبنشكر كل بجد انا سعيد بيهم جدا واحنا احنا يسعدنا ويشرفنا تواجدنا كلنا مع المنتخب المصري ونسانده ونقف معاه، لان دي مهمه قوميه. وانا سعيد من برنامج المدرج لمتابعه كل الجماهير في برنامجنا، برنامج من المدرج مع زميلي ايمن هاشم، ونتمنى ان شاء الله كل الخير لمنتخب مصر والفوز باذن الله في المباراه القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.